تغيير مفاجئ في توقيت مباراة منتخب المغرب ضد مالي في نهائي كأس إفريقيا تحت 17 سنة يخلف ردودا غاضبة، والمدربان يحلمان برفع الكأس القارية. السلام عليكم. أعلن كاف عن تغيير توقيت المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا تحت 17 سنة، والتي ستجمع بين المنتخبين المغربي والمالي بسبب ارتباطات أعضاء الكاف بنهائيات إفريقيا تحت 20 عاما التي ستنطلق بمصر يوم الأحد 27 أبريل المقبل. وأكد كاف أن مباراة المغرب ضد مالي ستلعب يوم السبت المقبل في تمام الساعة 3 زوالا بتوقيت المغرب، أي 2 بتوقيت غرينتش، بدلا من الساعة 8 مساء كما كان مقررا في البداية، بملعب البشير بالمحمدية. وقد خلف هذا التغيير المفاجئ ردود فعل غاضبة، على اعتبار أن التوقيت الجديد لا يخدم بتاتا مصلحة المنتخب المغربي ولا الجماهير المغربية، وهو ما يدحض مزاعم وافتراءات البعض حول كولسة وسيطرة لقجة على الكاف. وفي تصريحات لمدربي المنتخبين عبر عن طموحهما وثقتهما للفوز بالكأس القارية، حيث أكد نبيل باها مدرب المنتخب المغربي أن مواجهة مالي في نهائي كأس إفريقيا لن تكون سهلة، بالنظر إلى خبرة المنتخب المالي في مثل هذه المناسبات وقدرته على التكيف مع الضغط واللعب من أجل الفوز. وأوضح باها أن منتخب مالي ليس بغريب عن الأدوار النهائية، حيث قال: الجميع كان يتوقع أن تكون بوركينا فاسو في النهائي، لكننا كنا نعرف جيدا أن مالي يملك فريقا قويا يعرف من أين تؤكل الكتف ويلعب على التفاصيل. إنه منتخب خبير في النهائيات ويعرف كيف يصل إليها. ورغم صعوبة المواجهة، عبر نبيل باها عن ثقته في مجموعته، مشيرا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون في هذه البطولة يؤكد جاهزيتهم للمنافسة على اللقب. وأضاف: لدينا لاعبون موهوبون، والمستوى الذي بلغوه في هذه النسخة يجعلنا نؤمن بأننا قادرون على تحقيق اللقب، خصوصا ونحن نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا. من جهته، أعرب أداما دي فيلا مدرب منتخب مالي لأقل من 17 سنة عن رغبته في التتويج بلقب كأس إفريقيا للناشئين رفقة فريقه، حيث قال: نحن الآن نحلم برفع الكأس، هنيئا للشباب. هذا وستنقل المباراة على القنوات المعتادة المخول لها حقوق النقل. فما رأيكم متابعي الكرام؟ من سيكون بطلا لهذه الدورة؟ وشكرا لكم، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا.